السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. استنوا هنا ما تمشوش، لو أول مرة تشوفوني اسمعوا الفيديو للآخر، أكيد إن شاء الله بإذن الله هتبقوا من المتابعين والمتابعين الدايمين كمان. الفيديو النهاردة جميل وجامد جمدان، سكر سكر سكر. بص، حبيت بس أديلكم نبذة كده عن الحاجات اللي هتحصل في الفيديو، فإن شاء الله بإذن الله كده نبدأ فيه روتين على طول. دي يعني الفيديو ده تاني فيديو في سلسلة تنظيفات عيد الأضحى. عايزة اقول لكم انا بعملها بدري شوية علشان خاطر طبعا لو حد لسه هيبدأ ينظف وكده، ففي يعني في افكار، لو هتاخدوا افكار تشجيع هتقوموا تعملوا حاجة حاجة لحد ان شاء الله بإذن الله مع العيد تبقى بيوتنا كلها زي الفل. والسبب التاني ان انا كمان العيد يعني ان شاء الله مش هقضيه هنا، غالبا هقضيه عند بيت اهلي يعني، فالله المستعان. المهم كده، بصوا دخلنا في الجد على طول. دي الخلطة اللي انا بعملها علشان خاطر انضف الانتريه، وانتوا اكيد عارفين وشايفين في الفيديوهات اللي فاتت خديجة بتعمل لي ايه في الانتريه، حرفيا بيوصل لحالة الانهيار. طبعا بحط جزء معطر ما اقدرش استغنى عنه، عارفين خلاص بقى ده قلبي. ومنظف الاقمشة اللي هو بتاع مايوي ده، في بقى كذا شركة منزلين يعني كذا نوع، بس انا النوع ده انا حبيته. وعلشان الوصفة دي حرفيا تقيلة تقيلة على الايد، وبيبقى فيها كمية رغاوي رهيبة، فما ينفعش نستخدم الايد خالص. لبست كده فرز الجوانتي وسبت ايدي التانية بقى، لان انا بصراحة ما كنتش هقدر يعني هبقى حاسة نفسي كده محكومة مش هقدر انضف. فزي ما بوريكم كده هعمل معاكم بس كرسي واحد من كراسي السفرة، وبعد كده بقى اكمل كله مع بعضه. انا عايزه اقول لكم الكلام ده بدأ امتى، الكلام ده حرفيا بدأ قبل الفجر مثلا بنص ساعة. عارفين ما صدقت نيمت الضغوطات وابو الضغوطات اللي معايا، وقلت بقى اتكل على الله كده ابدأ علشان خاطر ما كسلش، ومش هعرف اعمل اي حاجة وهي صاحية. فالله المستعان بدأت كده زي ما بوريكم، هو كرسي عملته بس معاكم، وكملت باقي الكراسي ودخلتها للغرفة التانية علشان طبعا هغير بقى النظام بتاع الريسبشن. انا هحط لكم الريسبشن كان عامل ازاي، وبعد كده انا غيرته يعني بقى عامل ازاي. حرفيا ما كنتش قادره انور غير اللمبه بس اللي فوق دي، ومضلمه باقي الشقه، لان انا بصراحه ما كانش عندي استعداد ان هم حد فيهم يصحى، كان كل حاجه هتبوظ. اديت كده الريسبشن كنسه سريعه، وحرفيا انا مش عارفه كميه الحاجات دي جت منين، مع ان انا كنت لسه ماسحه ومنضفه الريسبشن يعني المفروض، بس احنا عارفين بقى الله المستعان. المهم كده سبت الانتريه يعني ينشف، وشلت حتى الشلب بتاعته، وحرفيا ما خليتش غير الحاجات التقيله بس. بدات طبعا بالموب بتاعي، اديت المسحه السريعه، ميه بتغلي كلوريكس الوان ويلا. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، حرفيا والله العظيم مش بتخلي ترابايه. ويعني عارفين اللي هو اللي يقدر يجيبه حرفيا يجيبه. ما شاء الله الماتيريال بتاعته حلوه جدا. في منه المقاس الاكبر، بس انا زي ما قلت لكم انا اخترت المقاس دوت، يعني هو على قد فلوسي زي ما بيقولوا. بس هي مش هتفرق كتير يعني، المقاس ده لذيذ كده وحلو وسهل في التخزين جدا. فاللهم لك الحمد، اديت المسح السريع، وزي ما بقول لكم حرفيا كنت خايفه انور النور، سبت بس الاجزاء الكبيره دي وجبت الشيلك كده حطيتها. كان خلاص بدا ينشف، لان انا عايزه اقول لكم هو يعني لو سبتوه يوم كامل هيبقى افضل، يعني يبقى في وقت ان هو ينشف براحته. لان طبعا بقى على حسب بقى الانتريه عندكم متوسخ لانهي درجه او الركنه، فهي بس الاماكن اللي كان فيها بقع هي دي اللي انا كنت بمشي عليها بس. المهم كده خلصت ورشيت المعطر ومشيت كده بالموب. اللهم لك الحمد، عارفين خلاص بقى اللي هو ما فيش ولا ترابايه، وانا كده كده اصلا ما جبتش الاسبوع في التنظيفه العميقه بقى، الميه اللي انا كنت دلقاها وكده. المهم انا بوريكم ده كان شكل الريسبشن، طبعا بنكات. ده كان من اخر فيديو لما طبعا كنت غسلت الحوافظ بتاع السجاد يعني. المهم اللهم لك الحمد، ده كان المنظر قبل التغيير، وهنبدأ بقى نشوف المنظر بعد التغيير. انتوا شايفين طبعا اللوحة الفنية اللي الأنسة خديجة عاملاها لي على الحيطان، فالله المستعان. كان في حد كتب لي الفيديو اللي فات اللي هو رجعي نظام الريسبشن زي ما كان قبل كده. انا فعلا يعني ده كان في دماغي في تغييرات العيد، بس عارفين يعني انا لو في حركة واحدة بس انا عاملاه، يعني انا حاطه السفرة قافله على المروحه هنا علشان نعرف نقعد نتنفس، لان خديجه للاسف بتيجي دايما تقعد تغزني وتحط ايدها كده عند المروحه، فبخاف منها للامانه، وانا كنت موسعه لها الطريق. بس خلاص بقى يعني من باب التغيير كل فتره والتانيه بحب ان انا احرك العفش من مكانه كده، عارفين بلاقي راحتي وانبساطي في كده.
الناس اللي شبهي هي اللي هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده. عارفين لو احرك الترابيزه من مكانها بس احس ان انا عملت اي تغيير في المكان. وكده الريسبشن اللهم بارك بقى بعد التغيير. بصوا هو مش مبلول بس خلاص، كان في اماكن لسه محتاجه تنشف، بس انا بصراحه ما استنيتش عليه. غيرت اللوح اللي كانت في البراويز اللي هي كان لونها بينك، غيرتها بقى للون الاصفر. عارفين بقى بيجات في اصفر، ويلا بقى الصيف جه ندي بقى كده، عارفين بقى كمية بهجة بقى وطاقة. فالله المستعان، برغم ان الجو حر والواحد والله العظيم هيفطس، انا ما بحبش حاجة في الصيف غير الفاكهة بس. الفاكهة، ولو هتودوني مصيف هما دول الحاجتين اللي انا بحبهم. بالنسبة لحد كان كتب لي برضو على الفيديو اللي فات اللي هو بلاش العيون والخرز يا جدعان والله العظيم انا جايباها مرايه على شكل بومه. انا مرضتش اجيب اللي هي العين الزرقاء والحاجات دي، فانا مش جايباها باي نيه خالص، ولا في دماغي ولا اعرف الحاجات دي، ولا هي بترمز لاي حاجه بالنسبه لي. زي بالظبط ما انا جايبه الخديجه بتاع ده حصاله على شكل بقره، فهي اكيد انا مش جايبه لها عشان انا بعتقد اعتقاد عند الناس الهندوس اللي بيعبدوا البقر، فاهمين؟ هي دي بالنسبه لي حاجه متعلقه على الحيط، حاجه شكلها حلو. لا انا حطاها عشان فيها خرز ين ولا مش عارف ايه الحاجات دي، اصلا انا اول مره اعرفها ولا تعني لي أي شيء. لا يعني طبعا نستعيذ بالله من الشرك، ودايما بنردد اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. بس انا جايبايه حاجه شكلها حلو، انا معلقاها على الحيطه، لا تمثل لي اي حاجه ولا يشغلني اصلا. الناس اللي بتعتقد كده احنا اللهم لك الحمد مسلمين وموحدين بالله، فمش كل حاجه بقى اقعد اخدها لا اصل دي شرك، لا ده دي مش شرك، لا يا جدعان والله العظيم يعني هي مش شرك ولا ليها اي نيه خالص بالنسبه لي. المهم كده بوريكم ان خلاص الصبح كان طلع. انا بقى طبعا فرشت الريسبشن واللي هو بقيت عماله اقول ايه، يا رب يا رب خديجة اول ما تصحى هتبهدل ايه يعني، هتمسك ايد شده. وقد كان فعلا اول ما صحيت بص كل المناديل ايه ده ايه ده ايه ده، يا صحيت قالت حلو. وبعد كده بقى بدأت تشد بقى المناديل اللي على انتوا شايفين طبعا انا مجبسه الكنبه اللي احنا بنقعد عليها، مجبساها يا عيني من اللي هي بتعمله فيها. وقبل ما اديها اكل او شرب او اي حاجه بروح جايبه مفرش فرشاه. بس اللهم لك الحمد انا كنت راضيه عن كل حاجه. إيه يعني التغييرات اللي انا عملتها هي حاجات بسيطه بس اللي انا عملتها، اللي هي المرايه اللي هي على شكل بومه دي، والكفر بتاع الانتريه، وغسلت بس الكفرات. وبدات كده غيرت الورود برضو، حطيت الحاجات اللي فيها اللون الاصفريكه ودوار الشمس ده. فاللهم لك الحمد. عارفين والله العظيم مهما كان التغيير بسيط، لا يا جدعان مبهج. مش لازم نقعد نشتري حاجات كتير، لان انا بصراحه بقيت شايفه ان هو في سعار في سعار على شراء الحاجات الجديده. في عارفين تحس بقى كل حد بيعمل فيديو اللي هو لا اشتري وجبنا وغيرنا وكفرات الارض ماشي. انا اقسم بالله انا يعني لو انا الامكانيات متاحه معايا كنت انا في دماغي اصلا كفرات، وكنت هموت عليها ومهيئه نفسي من رمضان ان انا اجيبها. ولكن قدر ربنا امور تانية ما خلاص ما جبتهاش. يعني عارفين بقى اللي هو خلاص مش كل ما تطلع حاجه جديده اكيد هجيبها، ما دام الحاجه اللي عندي حلوه وشكلها حلو وانا مبسوطه بيها راضيه عنها، فخلاص احسن انا اكيد مش هجيبهم. الكفرات دي بقى انا اوديها فين؟ ما انا عندي الكفرات اللي هي البني في بيج، لما بحب اشيل اللون الرصاصي ده فيه بستخدمها. وعندي السجاد اصلا اللي انا متجوزه بيه، انا كل ده بديل سجاده انا فرشاه. يعني البتاع البيج في دي اللي مفروشه عند الانتريه دي انا سرقها من ماما عادي، بعترف بكل سهوله. قلت لها ماما بقول لك ايه فيها بيج ورصاصي، وانا عايزه برضو ايه ادمج اللون البيج مع الرصاصي كده، فبالله عليك انا مش فقيره مش معايا فلوس اشتري، ممكن تديها لي؟ فهي غلبانه امي الله يبارك لها، قمت واخداها منها وخلاص. اكتفيت بالجري التانية دي. كنت لسه مخلفه خديجه وكنت لسه مطعماها، ولقيت محل كان عامل عليها عرض بتوصيلها. كان رقم كام، كانت عامله 600 جنيه او حاجه زي كده، انها كانت اخر قطعه. فجبتها على طول. عارفين فيها عيب كده في الجنب مش باين، فبصراحه جبتها لان انا كان ساعتها متوفر معايا فلوس، لكن مش جايباها الغرض اللي هو لا لازم اجيب على العيد او كده. لكن ان شاء الله لو توفر هي هجيب كفرات معينه. واكيد لو طلع ايه انا مش هجيب تاني، اصلا انا هجيب هودي الكفرات دي كلها فين، وهودي السجاد ده فين؟ هروح ابيعه كل شويه هفضل اجيب. طب ماشي، وبعدين ما في حاجات تانية مهمه تتجاب. مش هقول لكم مثلا ده مج مثلا بجيبه بيتكسر فبحزن عليه فبجري اجيب واحد تاني، او مثلا بستلطف شكل مج. لان انا برضو انا عايزه اقول لكم والله العظيم انا بقيت حاسه ان انا بعاني من موضوع الشراء ده. السوشيال ميديا برضو بتفتح عين الواحد على حاجات غريبة.
اللي هو نشتري، طب وبعد ما نشتري الحاجات دي كلها مش هلاقي لها مكان استخدمها، خلاص البيت هيبقى مليان اغراض، طب وبعدين. فالله المستعان. انا بصوا عايزه رايكم، وعايزاكم في الكومنتات كده تكتبوا لي إيه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه الشياكه دي، اللي هم الجمل بتاعت ملك ابن اخويا الله يبارك له يعني ويحفظه ويحميه يا رب، لما بيلاقي حد لابس حاجه حلوه وكده يقول له ايه الجمال ده، الحلاوه دي، ايه الشياكه دي. فما مش عايزه غير كده. فاللهم لك الحمد. طبعا طبعا كنت مبسوطه جدا وحاسه بالانجاز جدا برغم التعب والله العظيم وقله النوم، وان انا فعلا ضحيت بالوقت اللي انا اعرف انام فيه علشان خاطر اعرف انزل الفيديو بدري، من باب اللي هو طبعا ان انا ادخل البهجه عليا، انا في بيتي وعلى زوجي طبعا وبنتي، وفي نفس الوقت ان انا انزل لكم الفيديو بدري تقدروا تاخدوا تنسيقات، تقدروا تستفيدوا، لو في حاجه انتوا شايفين ان هي محتاجه تتعدل برضو تقولوا لي رايكم. انا بحب اسمع الناس المحترمه قوي، يعني بحب اسمع الناس المحترمه قوي مهما ما كنا مختلفين في وجهه النظر، طالما وجهه النظر بتتعرض بادب احب اسمع الناس قوي، واحب افكر في الحاجه، ولو في حاجه محتاجه تعديل عندي ما بتراجعش لحظه واحده بس ان انا اسمعها. لكن بيبقى عندي بقى مشكله في الناس اللي هي يعني، انا قسما بالله لو اوريكم كميه عته بتجيلي في الكومنتات. طبعا الكومنتات دي بحذف اول باب، لان يا ستي انا ناقصه عبط، تروح تقول لي احنا بقى ما بنعرفش نروق، انت اللي هتعرفينا. لا يا حبيبتي، يا رب تعرفي تروقي ويا رب تنضفي، بس تنضفي من جوه، محتاجه تنضفي من جوه اكتر يعني قبل بره. نضفي نفسك وقلبك كده ونضفي نفسيتك، وبعد كده نضفي بيتك عادي جدا، هتبسط لك والله. المهم بقى كده نسيبنا من الناس دي عشان طاقتهم كده وحشه بتيجي علينا تيل كده تحس الواحد بهبه. المهم كده، عارفين بقى اللي هو ايه، عماله اقول يا بت انا نضفت تحت السرير في غرفه النوم وخلاص، مفيش بس غير ان انا اوريكم التنسيق الاخير، نطلع كده ملايه جديده من الملايات اللي عندنا ما اتفرشتش قبل كده ونظبط. فالمطبخ بس هو اللي محتاج يعني يتعمل. انا بفتح لكم الادراج والحاجه يعني عشان اوريكم بس الحاجات اللي محتاجه تتعدل. هي الادراج الصغيره دي حسيت ان هو لا هيبقى سهل عليا ان انا اخدها النهارده مع الريسبشن، فيبقى حلو قوي. وبوريكم كده افتح لكم المطبخ من فوق، هو مترتب بس في حاجات انا ايدي مش طايلاها فبالتالي مش عارفه استخدمها، فهي زياده عن استخدامي، فهديها مثلا لحد من جيراني، حد من مامتي مثلا، حد من قرايبي كده. يا اما بقى هشوف الحاجه اللي انا ما بستخدمهاش اشيلها مثلا ابعدها عن عيني فتره وبعد كده ارجع اجيبها تاني. ف اللهم لك الحمد. طبعا ما كانش محتاج اي تعديل من جوه، غير بس مثلا نقولوا الضرفه اللي فيها الاجهزه دي اللي هي قدامكم دي محتاجه بس فيها شويه تظبيطات، اشيل المفرش كده واظبطه. وهنا بوريكم ان انا بدات بالاربع ادراج واللهم لك الحمد. العادي بقى اللي هو بشيل درج بنضفه وبمسحه وبغسل المفرش وانشفه بفوطه ناشفه وارجع احطه وارص الحاجه. هنا كده كان درج التوابل اللهم لك الحمد كان زي الفل، وده الدرج التاني حطيت الحاجه فيه هو مترتب، بس عارفين هي عشان اغراض كتير ورفايع فهو مهما تعمله هو يبان ان هو مش مترتب، لكن هو والله مترتب وزي الفل، الحاجه اللي فيه نظيفه ومترتبه. انا بقى عايزه اوريكم حاجه. الدرج ده كان بالنسبه لي مأساة، مش راضي يفتح اصلا، وفوجئت ان قالب الكيك ده صدى او دي قهوه الله المستعان، بس ما كانتش راضيه تطلع. فبصراحه قلت انا مش هقعد اتعب نفسي فيها لما اجي بقى استخدمه. والدرج الاخير ده طبعا كان فيه الفناجين بتاعه القهوه. كل ده والله العظيم كنت لسه مفطرت اللي هو لا دخلت المطبخ وانا سايبه البيض يتسلق والبطاطس بتتحمر، قعدت اعمل في الادراج دي حرفيا ما خدتش معايا وقت. واحنا يعني اللهم لك الحمد لسه قدامنا وقت على العيد، فما ترهقوش نفسكم، عارفين بقى اللي هو واحده واحده. يعني انا اتفقت مع جارتي سواء بكره بقى او بعده اي يوم هي هتنزل عيالها فيه الحضانه، تطلع لي بس بعد ما تيجي علشان خاطر ايه، عارفين اللي هو هي خفيفه عني ورفيعه فهتعرف تتحرك، تطلع تفك لي الشفاط ونعمل الجزء اللي هو فوق البوتاجاز ده والشباك، نعمل الحيطه في الجزء ده لان الجزء الباقي طبعا عليه ستيكر وكده، فان شاء الله باذن الله نعمله.
هي ربنا يبارك لي فيها يا رب، ما يحرمنيش منها. بصراحه ما بتتاخرش عليا في اي حاجه خالص. وانا بالنسبه لي هي والله العظيم لو طلبت عيني ما حوشهاش عنها يعني. المهم كده بقى، بعد ما خلصت قلت بقى خلاص، هيفضل بقى الدرجين اللي فيهم الحلل والصواني وكده ابقى اعملهم ان شاء الله باذن الله في الجزء التاني بقى من تنظيف المطبخ. هعمل المطبخ بقى كله بحيث ان انا اعمل حيطان. وقلت بقى خلاص اجله، مش بصراحه عمري ما كنت اقدر اخلصه في نفس اليوم اللي اخلص فيه الريسبشن كده. كنت هبقى بقتل نفسي وبقول لكم كلام انا ما بعملوش، فبصراحه ما كنتش هقدر خالص. وكمان علشان السجاده بتاعه المطبخ كانت خلاص، يعني عارفين اللي هو محتاجة يعني محتاجة تتفرم. مش محتاجة تتغسل، محتاجة تتفرم حرفيا، لانها كانت مبهدلة خالص. ففرشت كده السجادة البديلة واديت شوية معطر، وفوجئت اصلا ان انا شايلها مش نظيفة. عارفين اللي هو جات الحزينة تفرح. فقلت مش مشكلة بقى، ان شاء الله بإذن الله هي التانية هتنشف على طول. انا غسلتها يعني هدخل اغسلها معاكم دلوقتي في الحمام. فالحمد لله في الوقت اللي انا بعمل لكم فيه الفويس اوفر ده كنت نشرتها. الشمس لسه تطلع ان شاء الله بكره ساعتين تنشفها خالص. اكون بقى عملت باقي الجزء بتاع المطبخ. وانا كده كده لسه عامله بقى التعديل والكافي كورنر والحاجات دي. فاللهم لك الحمد، مش حاسه ان انا محتاجه اعمل حاجه تانية زياده في المطبخ. هنا زي ما بوريكم كان عليها كميه بقع، فحطيت عليها كده اوكسي وبدات انزل بالميه. وشايفين بس الميه اللي نازله منها عامله ازاي؟ ميه مطينه حرفيا، منزله طينه. استنوا هرفعه لكم دلوقتي. شايفين كميه طينه نازله؟ الصابون بينزل بطينه. فاللهم لك الحمد. هي طبعا مفروشه من ساعه عيد الفطر، فكتر خيرها قوي. شايفين شكل الميه عامل ازاي؟ فالله المستعان. خلصتها كده. وطبعا بقى يعني عايزه اقول لكم الجرده الموب ده، الميه اللي كانت فيه دي اللي خلصت بيها مسيح الريسبشن ودخلت عملت بيها المطبخ. فبصراحه كانت وصلت لحاله يرثى لها. طبعا هو لازم يتنضف، وتنضفوا الشعر والوبر اللي بيبقى فيه في الجزء ده اللي انا حطيت عنده الموب. وشايفين بوريكم ان هو ما شاء الله سهل التخزين. بصوا في اي حته يعني جنب التربو كده، لكن انا بحط ورا الباب. طبعا كنت حاسه عارفين بارهاق، انا منهكه، انا لازم اكافئ نفسي. انا ايه اللهم بارك ايه يا بنت يا ساره الحلاوه والشطاره دي. فعملت لي بقى كده كوبايه قهوه بالبندق. ولقيت التودو دي معموله يعني كريمه الفستق. فانا بصراحه من النوع اصلا اللي بعشق الفستق. عارفين اللي هو كل شويه اقول لزوجي فيش اي شويه فستق مملح كده جايين علينا من حيث ندري او من حيث لا ندري، اي حاجه تيجي منك يعني. المهم كده بقى، حتى عند الستاره كده في الروقان، عارفين عند الشباك، مع ان كان طالع من الشباك صعب. عارفين الجو حر قوي، فاللي هو انا اصلا قلت لنفسي ايه اللي انا بعمله ده؟ وايه القهوه اللي انا عاملاها في الحر دي؟ رحت داخله جري جري على المطبخ. قلت بقى اما اعمل حاجه بارده كده، وعلشان خاطر اول مره بقى يعني هجرب ان انا ادخل خديجه حاجه من البيت، لان هي برضو يعني بتحس بالحر. فقلت كده اعمل لها جيلي، بس اعمل لها جيلي بالفواكه، بحيث ان هي حتى لو الجيلي ما عجبهاش يعني تعجبها الفواكه اللي جوه. قطعت كام موزه كده وشويه عنب، وبدات كده ان انا اعمل الجيلي. طبعا انا بحط سكر لان هو ما بيبقاش مسكر قوي، فبحط معلقه سكر كده، وبحط كوبايه الميه السخنه بقلبه لحد ما يدوب تماما. وبعد كده بنزل بكوبايه ميه بارده، بديله تقليبه، وببدا بقى كده احطه على الفواكه. وانا عايزه اقول لكم اللهم بارك بيبقى احلى، يعني عارفين احلى مما يتعمل ساده. عارفين بقى عندكم مثلا صباعين موز يسودوا، لان كده كده الموز ما بيبقاش ليه عمر في الصيف. اي فاكهه عندكم كده تبقوا خايفين ان هي عارفين تبوظ ولا يحصل لها اي حاجه ومحدش راضي ياكلها، حطها في شويه جيلي كده ويلا اتكلنا بقى على الله. المهم عملت البولتين دول والبولتين دول. فقلت بقى اخلي الخوخه اللي هي الصغيره، واحاول ايه كده ان شاء الله اقنع الحاج صاحب البيت ان هو ياكل اي حاجه في البيت، لان هو يعني بيجي من الشغل مرهق مش قادر حتى يعمل اي حاجه. فدعواتكم كده ربنا يعينه ويعين يا رب كل واحد بيجتهد ان هو يعف اسرته ويعينه على الزمن اللي احنا فيه، لان بصراحة الوضع بقى صعب جدا يا رب. فربنا كده يا رب ما يكسرش بخاطر اي اب قدام ولاده، ويجعل بيوتنا كده يا رب مكتفية كده، وبإذن الله كده الخير مليها. المهم بقى جري، عارفين بقى اللي هو الحل دايما في الاوقات الصعبة. الوركين ينزلوا في الاير فراير، وشوية رز حطيت عليهم شوية بسلة، حتى ما كلفتش نفسي حتى ان انا احط بصل. فاللهم لك الحمد كده الاكل كان جاهز. عملت شويه سلطه اللي هو اكل خفيف خفيف. انا عايزه اقول لكم انا عامله الرز يعني بشويه زيت ذره وحته سمنه صغيره بس، عارفين بس اللي هي تديله طعم كده ودسامه، لان انا طبعا عاملاها يعني عاملاها بميه مش بشوربه.
فكنت محتاجة بس حاجة كده تعوضه علشان ما يبقاش طعمه اللي هو تحس ان هو عجين. فاللهم لك الحمد، عملنا الغدا واتغدينا، حرفيا راضيه جدا. اللهم لك الحمد عن كل حاجه بعملها. وزي ما بقول لكم والله العظيم تعب الشغل في البيت احسن 100 مره من التعب الجسدي والنفسي. اخدت بقى كده التحليه بتاعي وكنت رايحه للركن الهادي بتاعي، وافتكرت بقى ان انا حطيت السفره خلاص، فقعدت على السفره. وبكده يكون روتين النهارده انتهى. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.